عندك دايما خشونه في الركبه، وكل يوم والتاني تلاقي اعلان على قناه على التلفزيون بتعلن عن منتج جديد بيقولوا عليه سحر ويخليك تخف في غمضه عين، وانت يا عيني من شده الالم مخك اتقفل ومش عارف تعمل ايه، فتروح تشتريه زي السادة. فخليني اقول لك بقى ان انت بيتنصب عليك، وده مش كلام علمي وبس، دي تجارب حقيقيه حصلت للناس اللي استخدمت المنتجات دي بالفعل، وللاسف الناس دي كلها اتنصب عليها. فلو انت بقى وقع قدامك اعلان من بتاع سم النحل او دهن النعام او عرق الكتكوت، اتفرج على الفيديو ده للاخر عشان تعرف النصبايا اللي اتعملت عليك، وكمان تعرف ازاي تعالج خشونه الركبه من غير ما حد ينصب عليك. بالراحه كده واحده واحده وكلنا هنخف. وما تنساش كمان تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا. في البداية كده لازم تعرف ان مرض خشونة الركبة ده موجود في الجينات، يعني حتى قدماء المصريين اللي هم اجدادنا الفراعنة كان عندهم خشونة في الركبة. انت متخيل؟ ده في مومياوات لما عملنا عليها فحوصات اكتشفنا فيها نسبة خشونة عالية، فجينيا احنا مستعدين ان يحصل لنا خشونة في الركبة، ويجي واحد يقول في الاخر ان احنا مش احفاد المصريين. المهم بقى ان خشونة الركبة دي لها اسباب، ومن اهم اسبابها والعامل الرئيسي فيها هي السمنة المفرطة، واحنا كمصريين معدل السمنة عندنا عالي شويتين، ونسبة 77% من مرضى خشونة الركبة في مصر هتلاقيهم بيعانوا من مرض السكر، و82% بيعاني من ارتفاع ضغط الدم، وده بيأكد ان مرض خشونة الركبة اصلا جاي بسبب خلل في شكل الاكل او التمثيل الغذائي بتاعنا. ومن اسباب برضو خشونة الركبة هو نقص فيتامين د، ورغم ان مصر فيها شمس طول السنة الا ان الدراسات اثبتت ان احنا عندنا نقص كبير في الفيتامين د، خاصة في الستات بعد سن اليأس. يعني معدل اصابة الستات اللي عدت سن ال50 بمرض خشونة الركبة عالية بشكل مش طبيعي. طب يا راجل ده حتى الشباب عندهم خشونة في الركبة، وده بقى بسبب التلوث البيئي. يعني حملة تحضر للأخضر دي معمولة عشانك انت، لأن لما بيكون في تلوث مستوى الرصاص في الدم بيزيد، وكمان السكر التراكمي ممكن يزيد، وده بيعمل مشاكل على المدى البعيد في العظم، ده غير نقص الكالسيوم اللي ممكن يحصل. وكل ده ليه؟ عشان حضرتك بدل ما ترمي علبة الكشري في الباسكت بترميها في الشارع. في وسط بقى كل الحاجات دي هتلاقي في التلفزيون على قناة زي قناة توك توك او حبيشة او شاشة افلام، هتلاقي اعلان لمنتج المفروض انه بيكسر الدنيا، حاجة كده معجزة او سحر. بص سميه زي ما تسميه، هتلاقي كده واحد اقرع قاعد شبه الفنان عبد الرحمن توتو بيحلف لك بالله ان العلبه دي هي العلبه الاصليه، واي علبه تانية هتجيبها تقليد ومش هتعمل لك اي حاجه. العلبه الصفراء هي الاصليه وبس، اتاكد انك بتستلم من العبوه الصفراء. A few moments later. والله العظيم العلبه السوداء هي العلبه الاصليه، مفيش حاجه اسمها العلبه الصفراء، ما تخليش حد يضحك عليك. ويجي يقول لك خد مصل سم النحل، اصل سم النحل ده ماده بروتينيه معقده قوي ومفيش عليها اي دليل علمي واحد بيثبت قدرتها انها اصلا تقدر تخترق الجلد وتوصل لحد المفاصل. فانت لما تيجي تستخدمها هتلاقي ضررها في ايه بقى؟ هتعمل لك صدمه حساسيه اسمها انافيلاكسيس، ودي حساسيه ممكن توصل للوفاه. ده غير ان انت كمان ما تعرفش العلبه دي معموله من ايه بالظبط، وهل جسمك هيستحملها ويقدر يتعامل معاها ولا لا. فالاضرار اللي ممكن تحصل لك من المنتجات اللي ممكن تجيبها من على التلفزيون دي انا وانت واي دكتور مش هيقدر يتوقعها. كل ده وايه؟ انت ممكن تدفع لك 700 جنيه في العلبه الواحده. انت متخيل ان ممكن يبقى عندك خشونه في الركبه وتعبان وبتعاني من السمنه وعندك سكر وضغط، وحته علبه ب 700 جنيه اتعملت تحت بير السلم هتخففك في ثانيه الا ثانيه؟ بذمتك انت ده ما اسموش نصب؟ كل ده كوم، ودهن النعام ده كوم تاني خالص. هتلاقي واحد تاني برضه لابس البلطو الابيض بتاع الدكاتره وشكله شبه سيد بتاع جعفر العمده، قاعد بيحكي لك على انجازات دهن النعام على نفس القناه بتاعت الراجل الاقرع، وعاملين انترفيو طويل عريض عشان يقنعوك بدهن النعام، اللي هو بالمناسبه دهن النعام ده فيه حاجات مرطبه ومضاده للالتهابات عشان فيه اوميجا 3 و6 و9. ورغم انه فيه كل الكلام الجميل ده بس برضه ما بيعالجش خشونة الركبة. ورغم كل ده سواء المنتج ده او التاني هتلاقي غش تجاري، لان اغلب المنتجات اللي بتتعرض على التلفزيون ديت منتجات متقلده. هيجي لي واحد دلوقتي يكتب لي في الكومنتات تحت انه لما استخدم المنتجات ديت حس براحه. طيب خليني اقول لك ان المنتجات ديت بيبقى فيها نسبه عاليه جدا من الكافور والمنثول، ودول بيدوك احساس دايما بالبروده والراحه. يا راجل ده حتى هيئه الدواء المصريه قدرت تشوف حالات غش تجاري في كريمات زي الاناليتيك مساج كريم، وحذرت اي حد انه ياخد اي دواء مجهول المصدر. الكريمات اللي انت بتروح تجري عشان تجيبها دي ممكن يكون فيها نسبه عاليه جدا من الكورتيزون القوي عشان تزود الفعاليه الوهميه اللي انت ممكن تحس بيها. وده بقى يا استاذ هيعمل لك ايه؟
عروق عنكبوتيه، وهيعمل لك متلازمه كشن، وكل ده هيزود الوزن وهيرفع الضغط واكيد هيرفع السكر. وفوق كل الليله دي كمان وظائف الكلى عندك بتتاثر. طب انا سويتها في وشك، ايه بقى اللي ممكن تعمله دلوقتي؟ في ان احنا ممكن نشوف البروتوكولات بتاعت العلاج الحديث لرخصونه الركبه، زائد ان احنا ممكن نتحكم في مستوى السكر والضغط ونحاول نخس شويتين، ونبطل نقعد في اوضاع تاذي الركبه لمده طويله زي وضع القرفصه او التربيع، لان كل ده بيعمل تاكل في الغضاريف. وممكن كمان ناخد مسكنات او مكملات غذائيه. ولو كل ده ما نفعش معاك والدنيا اسودت في وشك خالص، ممكن نروح لتقنيات الحقن الموضعي زي مثلا حقن الزيت اللي تكلفتها مناسبه لناس كتير، وممكن كمان تحقن بلازما على كام جلسه. وكمان في حاجات اغلى شويه زي الخلايا الجذعيه اللي بتبقى مستخلصه من نخاع العظم والدهون، دي بقى بتعمل تصليح للغضاريف التالفه، بس هي بتكون غاليه شويتين، محتاجه تقنيات متقدمه جدا عشان نحقنها بشكل امن. والاهم من كل ده انك تعمل الاجراءات الوقائيه. يعني لو انت عندك مرض خشونه الركبه فانت محتاج تعمل شويه تمارين في البيت زي تمارين الرفع المستقيم، وفي كمان تمارين الكرسي، ده بقى هيحسن دوره السائل الزلالي جوه المفصل. وفي تمارين الكعب، وده هيساعدك توزع وزنك صح وانت ماشي. ويا ريت نقلل نزول وطلوع السلم عشان ما تحملش على الغضاريف بزياده. ولما تيجي تقعد على كرسي اقعد بزاويه 90 زي ما انا قاعد كده. واهم من ده كله لما تيجي تمشي مسافات طويله امشي بجزمه مريحه، يعني ما تسترخصش في الحاجات ديت، وهات لك فرش طبي خصوصا لو مهنتك فيها وقوف او مشي كتير. والاهم من كل ده انك لازم تحارب السمنه، يعني لو انت عندك او انت عندك سمنه محتاجين مساعده كلموني على الانستجرام، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت وانا هرد عليكم بنفسي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ولو حد تعرفه عنده مشاكل في الغضاريف او خشونه الركبه ابعت له الفيديو ده وقول له لسه في امل وبلاش يتنصب عليه. يلا سلام.